السلام عليكم أخواتي، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال. اليوم حبيت نشارك معاكم هذا الموديل، طريقة تفصيله وخياطته. بسطت لكم الموديل فوق اللازم باش أي وحدة مبتدئة تقدر تديره بكل سهولة. في الأول فصلت فوق القماش ومن بعد بان لي مش واضح مليح، وليت سبقت درت ورقة وشرحت لكم الطريقة. نبداو على بركة الله. انا المرة هذه فصلت في العرض، يعني مترتين القماش يزيد يشرب، انا نفضل اني نفصله في العرض احسن. هذوك المترتين طبقتهم على 4 كما راكم تشوفوا اخواتي. انا في الفيديوهات السابقة شرحت لكم كيفاه تستخرجوا باترون دو باز وتخدموا به. المرة هذه راح نشرح لكم الطريقة انا اللي عدت نديرها من غير ما نرجع للقياسات بزاف، يعني نسهل على روحي. اول حاجة نديروا الكتاف تاعنا، درنا 20 سنتيم ومن بعد نروحوا الاطوال نقيسوا الطول الاول وهو حردة الابط، ومن بعد نزيدوا نقيسوا الطول الثاني وهو قياس الخصر. من بعد نقيسوا محيط الخصر، نقسموه على 4 ونزيدوا له الزيادة من 4 ل 6، ونديروا نفس الطريقة قياس الخصر. نقسموه على 4 ونزيدوا له 4 ولا 6. علاه نزيد حتى ل6 بالاخص في القماش حنا نشربوه بصح كما تعرفوا. من بعد نزيدوا نغسلوها، تقدر تزيد تشرب كما تقدر تزيد تطلق، ما ندير حسابي احسن. نرجعوا اخواتي لحلة الابط. بعد ما هزينا قياس الصدر، درنا محيط الصدر قسمناه على 4 وزدنا الزيادة. بعدها نرسموا حردة الإبط. مع الوقت أخواتي راح تتعودوا عليها وترسموها بدون قياسات، ونزيدوا نهبطوا مع قياس الخصر ونزيدوا طول ثالث. هذه المرة راح نديروا التيل مع الركبة. قصت أنايا 90 سنتيم، مع الزبونة كانت شوية قصيرة، أداك هو جهة مليحة 90 سنتيم، وقصيت 8 سنتيم عوضته بالتيل. هذه هي طريقتي اخواتي في التفصيل، ان شاء الله تخدموا بها، يعني ما فيهاش قياسات بزاف. من بعد نقصوا الباترون تاعنا ونديروا نفس الطريقة على القماش. من بعد ما كملت الفصالة اخواتي ودرت لي بانس تاع الاميرة، خيطتهم وزدت لصقت الفيزلين. طبقت الخلف على 2
رسمت الرقبة الأول، درت 8 سنتيم وهبطت ب10 سنتيم. رسمت الرقبة الخلفية ومن بعد هبطت 5 سنتيم وبديت نخدم في الأشكال. درت 10 سنتيم، زدت بعد 5 سنتيم وزدت 10 سنتيم الأولى. كيفاه نخدموها باش تجي متناسقة، يعني نفس الشكل. نقسموها على 2. في الوسط نخرجوا ب2 سنتيم حتى 3 سنتيم ونرسموا هذا الشكل. اللهنا بعد ما قصيناهم كي تكون القياسات مضبوطة راح يجيو نفس الشكل نفس القياس. هذا الأمام نفس الشيء، درت الفزلين وطبقته على 2. هبطت ناحية حردة الإبط، هبطت 14 سنتيم، والناحية الأخرى هبطت 23 سنتيم. اللي هنا الجزء اللي نحيه نحافظوا عليه أخواتي باش نعوضوه بالتيل. نزيدوا فقط من تحت 2 سنتيم اللي تكون تروح في الخياطة، يعني نحط فوقها القماش. حبيت نرسم لكم فوق التيل بصح ما يكونش واضح مليح، وضحت لكم فقط في هذا الجزء احنا ما نحتاجوش. درت 8 سنتيم وهبطت 14 سنتيم وزدت رسمت هذا الشكل. بعد فقط 1 سنتيم، وفي الطول تاعو من 5 سنتيم ل6 سنتيم، ورسمت هذا الشكل البيضاوي. نقصوه ومن بعد نسجفوه فقط هذاك الشكل البيضاوي، على خاطر من بعد راح نخدمه نسجفوه البي اللي راح نخدموه من نفس القماش. نروحوا نسجفوا الشكل تاع الامام وتاع الخلف ونرجعوا اخواتي مع بعض.
بعد ما كملت السجاف اخواتي لصقت الامام مع الخلف، وكما تشوفوا هذا المحيط تاع الدائره نحكمو نسجفوه بالبي. خدمت البي من نفس القماش. راح ندير فيديو صغير باش نفيدكم في طريقه كيفاه نخدموا هذا البي اللي مازال ما يعرفهاش. واما بالنسبه لطريقه كيفاه نسجفوا بالبي، انا هذه طريقتي، نحط القماش ما بين في وسط البي ونخدم به، ولفت هذه الطريقه تجيني احسن. نكملوا خياطه البي. هذه النتيجة أخواتي. من بعد نرجعوا للتحت، نقصوا هذيك 8 سنتيم في الطول والعرض نفس العرض اللي نحيناه، ونعوضوه بهذا التيل. من بعد نرجعوا للمروحة، نديروا نفس الطريقة اللي درناها في المروحة عنابي. نطبقوا القماش على 4 ونديروا الطول 15 سنتيم ولا 16 سنتيم والعرض 16 سنتيم ونقصوا. نحطوا لها شويه فيزلين، ومن بعد نرسموا نفس الشكل البيضاوي اللي درناه الامام وخلف القندوره. نسجفوا هذاك الشكل البيضاوي لداخل فقط، ومن بعد نزيدوا نسجفوا الجهه المتبقيه بالبي، ونركبوا المونش عنانبي كما درنا في الدرس السابق. نحطوا الوسط مع الوسط ونديروا 3 تكميشات من الجهة هذه و3 تكميشات من الجهة الثانية ناحية نهاية حردة الإبط. نخليو 4 أصابع ونلصقوا المونش تاعنا، ومن بعد نغلقوا القندورة. وهكا كملنا هذا الموديل. وما نساوش نزيدوا نزينوها بقالون في الأسود. إن شاء الله نكون فدتكم في هذا الفيديو. إلى اللقاء الفيديو القادم إن شاء الله.